في تحليل النهاردة معانا قصة مش مجرد جريمة عادية، لأ، دي قصة اعترافات بتجمد الدم. هنسمع كلام القاتل نفسه وهو بيشرح عمل إيه بالظبط وبيبرر جريمته المروعة دي. خلونا ندخل في تفاصيل الحكاية دي ونشوف إيه اللي حصل. عشان نفهم القصة صح لازم نبدأ من الأول خالص، مش من القاتل، لأ، من اللحظة اللي الجريمة البشعة دي ظهرت فيها للنور لأول مرة. الحكاية بتبدأ على شط ترعة المريوطية. مزارع عادي جدا في أرضه بيلاقي اكتشاف مرعب، اكتشاف ما كانش يتوقعه أبدا، وهو اللي هيفتح باب التحقيق في قضية هزت مصر كلها. طيب، إيه اللي حصل بالظبط؟ التسلسل الزمني للأحداث بيوضح كل حاجة. الأول المزارع لقى رجل بشرية محروقة في أرضه. طبعا بلغ الشرطة لما جيت وبدأت تمشي المنطقة لقت رجل تانية سليمة على شط الترعة. وهنا بقى كانت المفاجأة، أو نقدر نقول الخيط اللي حل اللغز كله. في جيب الشورت اللي كانت الرجل التانية لابساه لقوا شريحة تليفون. الشريحة دي هي اللي وصلت المباحث للقاتل. أول ما الشرطة وصلت له الأحداث خدت منحنى غريب وصادم جدا. بدل ما ينكر أو يراوغ، القاتل اعترف على طول، والمفاجأة الأكبر كانت في المبرر اللي قاله. أول حاجة نطق بيها كانت جملة تلخص كل حاجة من وجهة نظره: ده مش قتل عادي، ده قتل غل. بالجملة دي هو بيحاول يوجه القضية كلها في اتجاه معين، إن اللي حصل ده ما كانش جريمة مترتب لها، لأ، ده كان انفجار غضب، لحظة فقد فيها السيطرة على نفسه تماما. وعشان يزود على المبرر ده استخدم مفهوم القرين. القرين في الموروث الشعبي والديني هو زي نسخة شريرة أو توأم شيطاني عايش جوه كل واحد فينا. القاتل ادعى إن قرينه الشرير ده هو اللي استحوذ عليه وخلاه يعمل الجريمة، كأنه بيقول مش أنا اللي عملت كده. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، إيه هو أصل الغل اللي بيتكلم عنه ده؟ إيه اللي حصل في علاقته بالضحية وصل له للحالة دي على حسب روايته هو؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع بالزمن لورا، لبداية علاقتهم. بداية حسب اعترافاته كانت غريبة جدا ومش طبيعية بالمرة. هو بيحكي القصة وكأنه المنقذ أو البطل. بيقول إنه عرفها وهي بتشتغل في مكان مشبوه، وإنه قرر ياخدها من الطريق ده عشان ينظفها ويخليها بني آدمة محترمة. كل ده وهو أصلاً راجل متجوز وعنده 4 أولاد. الأخطر من كل ده هو التعبير اللي استخدمه لما شبهها بحاجة بيطلعها من صفيحة زبالة عشان ينظفها. تعبير بيدينا فكرة عن نظرته ليها من الأول. وفعلا في محاولة منهم عشان يهربوا من ماضيها ويبدأوا صفحة جديدة، سافروا وعاشوا في السودان. لكن للأسف الظروف المادية هناك كانت صعبة عليهم جدا، فاضطروا يرجعوا مصر تاني. ومع الرجوع ده كل المشاكل القديمة رجعت تظهر من جديد. وهنا ظهر بعد جديد للمشاكل: الفلوس. هو بيدعي إنها خلته يمضي على وصلات أمانة قيمتها توصل ل40,000 جنيه، ومن وجهة نظره هو حس إن الوصلات دي كانت سلاح في إيديها بتهدده بيه، وده زود إحساسه بأنه محبوس ومظلوم في العلاقة دي. ومن هنا بدأت مرحلة مختلفة تماماً في العلاقة. مرحلة الثقة فيها بدأت تتآكل، والشكوك زرعت بذورها في عقوله. الشكوك اللي كبرت لحد ما وصلت بيه إنه بقى متأكد إنها بتخونه. وهنا بقى بنشوف التناقض الصارخ. من ناحية هو كان جازم في اتهام، بيقول إنها بتخونه مع ناس من ماضيها، لكن من الناحية التانية لما تواجه بالأدلة اعترف بصراحة وقال أنا ما شفتش حاجة بعيني، ده كان مجرد إحساس. يعني كل الاتهامات دي كانت مبنية على إحساس وشك، مش على دليل مادي واحد. طيب إيه هي الأدلة اللي بنى عليها إحساسه ده كله؟ حسب كلامه شوية مواقف هو فسرها بطريقته. صحباتها القدام رجعوا يزوروها في البيت، كانت ساعات بتخرج من غير ما تقوله، كان يتصل بيها يلاقي تليفونها مقفول. والقشة اللي قسمت ظهر البعير بالنسبة له لما واحدة من معارفها جت تزورها ومعاها راجل ما يعرفوش، ولما سألتها قالت له ده ابن أختي. كل الأحداث الصغيرة دي هو جمعها مع بعضها وكون بيها قصة خيانة كاملة في دماغه. وعشان يوضح منطقة استخدم التشبيه ده، قال اللي داخل الجامع عشان يصلي واللي داخل الخمارة عشان يشرب. الجملة دي بتلخص طريقة تفكيره تماماً. مفيش منطقة رمادية، هو عالم أبيض وأسود. مجرد إن الشخص يكون ليه علاقة بماضي معين ده معناه إنه مدان للأبد. وهنا بنوصل للحظة الأخيرة، الذروة المروعة في القصة دي، تفاصيل الجريمة نفسها زي ما حكاها، والحالة الصادمة من عدم الندم اللي سيطرت عليه وهو بيعترف. هو بيحكي اللي حصل ببرود غريب. بيقول إن في ليلة الجريمة قامت خناقة كبيرة بينهم، هي حسب كلامه شتمته وهددته بإخواتها. في اللحظة دي مسك سكينة وطعنها في بطنها، وبعد ما ماتت استخدم منشار وقطع جثتها ل4 أجزاء.
الطريقة اللي بيحكي بيها دي طريقة إجرائية ومنظمة، بتتناقض تماماً فكرة جريمة الغضب العفوية اللي بيحاول يصدرها. المبرر الأخير اللي لخص بيه كل حاجة كان إنها ما تمرش فيها. هو شايف إنه ضحى بعيلته وحياته عشانها وحاول يخليها بني آدمة، لكن هي من وجهة نظره قابلت كل ده بالخيانة ونكران الجميل. ويمكن أكتر جملة مرعبة ومقلقة في كل اعترافاته هي الجملة دي: لو طلعت ولقيت الجزء اللي فاضل منها هولع فيه هو كمان. الجملة دي بتورينا قد إيه الغضب لسه جواه، وإنه مفيش أي شعور بالندم على اللي عمله. وبنوصل في آخر التحليل ده لسؤال مهم لازم نسأله: لما شخص يبني هويته كلها على فكرة إنه المنقذ لشخص تاني، إيه اللي بيحصل لما يحس إنه فشل في مهمة الإنقاذ دي؟ سؤال بيخلينا نفكر في عقلية السيطرة والتملك السامة اللي ممكن توصل لأبشع الجرائم.